حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. النهاردة هنعمل مع بعض بانيه مشوي. مش لازم نعمل البانيه يا ولاد مقلي. بيبقى ليه طرق كتير وبيتدخل كمان في اكلات كتير، فمش لازم ناكله مقلي بس. بصراحة هو احب على قلبي اللي هو المشوي ده. هنا معايا كيلو الا ربع. غسلته كويس جدا، نقعته بالملح والدقيق والليمون والخل، وبسيبه بقى شويه كده مع الخلطه دي لحد ما يبيض كده ويبقى زي الفل. على ما يتبل بقى معايا، هعمل التتبيله بتاعته. معايا فص ثوم، معايا قرن فلفل حامي وفلفل رومي وبصلايه. انا حابه اتبله بكده، يعني دي التتبيله بتاعه البانيه بتاعي. بصوا الحبه اللي انا نقعتهم فيهم وبيضوا بقى شكله جميل ازاي. ضربتهم في الكبه، وهحط شويه ملح علشان التتبيله دي تنزل الميه بتاعتها، لاني انا محتاجه الميه بتاعه البصل والفلفل بالاكتر، عشان طبعا انا هشويه فمش عايزاه يتحرق معايا. هبتدي بقى اضربه تاني في الكبه وهصفيه بمصفى زي ما احنا شايفين كده. هاخد بس الميه بتاعتها. كل البهارات اللي هتبلها بيه ملح وفلفل اسود بس، مش عايزه اكتر من كده. آه مش عايزه يعني بهارات اكتر من كده، بس لو انت حضرتك حابه فبراحتك. طبعا هظبط بقى الملح بتاعته، وهعصر كمان ليمون، وبحط قشر الليمون علشان خاطر القشر بتاع الليمون بيبقى فيه الزيوت بتاعه الليمون والفلفل الاسود. هو ده كل اللي انا هعمله، ملح وخل وفلفل اسود والليمون. هبتدي بقى اعمل على ما يتبل معايا، هبتدي اعمل شويه مكرونه كده يبقوا حلوين كده معايا. هنزل بالمكرونه هنا صغيره مرمريه، احمرها تحمير خفيف جدا. انا مش عايزاها متحمره، انا بس علشان تحتفظ بشخصيتها، ما تتهريش معايا في قلب الصلصه. احمرها نص تحميره كده زي ما بنقول. هبتدي احمرها وبعدين انشلها من الزيت دوت، لاني انا محتاجه الزيت عشان احمر فيه البصله. بصوا هي كده داخله على التحمير. هنا بقى انا شلت المكرونه زي ما قلنا، وهنا معايا جريلا هنزل بشويه زيت صغيرين جدا، يعني حاجه بسيطه قوي. هنا بقى هبتدي بمعلقه سكر، علشان طبعا احنا هننزل بالصلصه، فعشان تعادل المكونات اللي موجوده، وكمان ما تعمليش حموضه. هنا هبتدي بقى انزل بالبانيه بتاعي. انا بقى بحب الطريقه دي قوي. هنا خلاص السكر اتكرمل معايا والبانيه هو على النار. هنزل بالبصلايه زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده البصل اللي كان خدنا منه الميه بتاع الخلطه بتاعه البانيه. زي ما احنا شايفين كده البانيه بيتكلم عن نفسه. ولما يتحمر نقلبه على الوش التاني. وهنا نزلت بالصلصه بالطماطم بتاعتي تتسبك، وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. هسيبها بقى الطماطم دي تسيح على النار، وبعدين تتسبك. والبانيه زي ما احنا شايفين قلبناه على الناحيه التانية، بس لازم تتاكد ان هو اخد لون كويس علشان خاطر يكون مستوي. هنا الصلصه بتاعتي اتسبكت، نزلت بمكعب ماجي والملح وكمون وفلفل اسود، بس ما نزلتش باكتر من كده. ملح وكمون وفلفل اسود. احنا زمان كنا بنطبخ كده ملح وفلفل اسود بس. هنا بقى نزلت بالميه هتاخد غلوه، وبعدين انزل بالمكرونه. انزل بالمكرونه زي ما احنا شايفين كده. اغطيها بقى لما تتشرب الصلصه بتاعتها دي، وبعدين اوطي عليها النار. هنا المكرونه بتاعتي ما بوطيش عليها وهي شاربه الصوص كله. طبعا دي صلصه، فخوفا انها تتحرق، فاحنا بنوطي عليها النار قبل ما تشرب المكرونه، تشرب الصلصه بتاعتها. قلبتها تقليبه كويس عشان ما تلزقش وتعجن معايا، وبعدين هوطي بقى النار عليها. ادي الاكله بتاعتنا يا جماعه زي ما احنا شايفين، بانيه مشوي تحفه. وهنا المكرونه بتاعتنا هي جميله. انا ما بحبهاش ناشفه للاخر، بحب يبقى فيها صوص كده. بصوا الاكل ده كده مع بعض، ده بطاطس
سوتيه متشوحه كده في توميه بعد ما شويت البانيه. كده اكل هيلسي خالص، البطاطس والبانيه. انتي بقى حابه بقى تجودي تحطي بقى المكرونه، وحابه بقى تعملي بطاطس، كان عندي شوربه ولحمه حطيتها جنب الاكل. وده كان يومنا، كان سهل وبسيط وجميل واكل هيلسي كده خفيف. لو حابه تغيري من نوع البانيه يبقى حلو قوي المشوي، اعملوها وجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.